ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده اول يوم في الكسر بقى والبهدله والمرمطه و... والرديم والطوب والرمله والسمنتو. عايزه اقول لكم بقالي يومين في بهدله بهدله بهدله، والله العظيم انا جيت في النص كده وهما بيكسروا شفت الحاجه اتبهدلت وتراب في كل حتة ومش عارفة ايه في كل حتة. قلت ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ اوحش حاجة انك تبيضي او تجددي او تهدي حيطة وتوسعي على نفسك وانتوا قاعدين في الشقة، حاجة فظيعة. العفش كله بيتبهدل. اوضه النوم انا قافلاها دايما. عايزه اقول لكم التراب فيها يا لهوي ماليها. الدنيا عندنا متمرمطه اخر مرمطه، فربنا يعيني ويديني الصحه وان شاء الله اقدر بقى الم كل الحفله اللي حصلت دي. المهم بصوا اول حاجه عملتها ايه، جبت الثلاث بلاستيكات دول اللي هم جاركن كبيره دي، جبتهم ومليتهم ميه وقلت ايه، لان الميه طبعا هتتقطع، السباك هيجي يطبب المواسير ويشيل بقى ايه الخلاطات وكده، وكمان هيشيل الحوض والبانيو والقعده. فمليت كده الحاجه، قلت عشان ايه بتوع اللي هيجي يمني لي الجدار بكره طبعا هيحتاج ميه و... ولسه تقريبا الاسمنت اللي اسمه ايه السيراميك لما يركب برضو عايز ميه، مش عارفه اجيب له ميه منين ساعتها. وهبده هتبقى هبده بالنسبه للي هينزل يجيب ميه من تحت هيطلع الدور الخامس هيموت. ربنا يعيننا بقى الفتره الجايه. فالمهم بصوا شال كل الحمام ما عدا البانيو، قال لما ييجوا يهدوا السيراميك ده هيتشال مع السيراميك. وطبعا يعني بتوع السيراميك يعني الناس اللي جم هدوا السيراميك شالوه زي ما هم، زي ما هو. يعني الكلام ده كان يوم الخميس بالليل. طبعا انا كنت مفضيه كل حاجه، ومحمد دخل لي التلاجة المطبخ، وفضيت المطبخ كله من اوله لاخره. عندي بس شويه حاجات كده حطيتها فوق التلاجة وحطيتها فوق النيش لاني ما عنديش مكان. اوضه النوم اتملت والصاله اتملت وكمان البلكونات اتملت، فمش عارفه اودي حاجتي فين بصراحه، وخايفه عليها تتبهدل لان الحاجه اللي في المطبخ يعتبر كلها جديده، فمش عايزه حاجه تتبهدل يعني. فقلت خليهم زي ما هم، وانا كده كده ايه ابقى امسح، هما لسه بكراتينهم يعني فمش هيضروني في حاجه. بصوا هنا هتلاحظوا في السيراميك بتاع الارض سيراميكا نازله وسيراميكا طالعه وسيراميكا نازله وسيراميكا طالعه وهوريكم الخرم يعني المكان البتاع اللي كانت مسدوده اللي كانت مخرومه قصدي تحت سيراميك الحمام. هو اصلا السيراميك اللي لما جم يشيلوه كان بايش خالص، فكان بيطلع معاهم بسهوله. فالراجل قال لي خلي بالك احمدوا ربنا والله ان انتوا لحقتوا السقف كله كان عايم مي، ما كان عايم ميه، بس عشان احنا كنت قافله الحنفيه بقالي فتره ما بستخدمهاش يعني، فما فيش ميه بتنقط، فيعتبر الحاجه كانت ايه، يعني لو كنا سبناها مثلا شهر كمان كان السقف هيقع بينا. ففي ناس بقى في الكومنتات، في كذا اخت ليا قالت لي ايه، قالت لي يا ندى بدل ما توضبي حوشي فلوس وشيلي وقاتي شقه. ما طبيعي ان احنا يعني كنا هنعمل كده، ده طبيعي ان احنا بنحوش عشان مثلا ايه ربنا يوسعها علينا ونقدر ان احنا نشتري شقه اكبر واوسع. ف يعني في تلك الظروف اللي احنا فيها دي حاليا، الشقق بمليون واتنين مليون وتلاتة مليون عشان تقعدي في شقه نظيفه في مكان نظيف هتعديلك التلاتة مليون. يعني عندنا في الورديان تقريبا في الرينجات دي يعني. يعني عشان مثلا في شارع الماكس لو تعرفوه، شارع الماكس اللي هو عند خالد الحلواني والكلام ده، الشقة بتعدي 3 مليون. فأنا طبعا يعني هطلع من هنا يعني إن شاء الله بإذن الله بإذن الله ربنا يكرمني أطلع من هنا على حاجة نظيفة، على حاجة واسعة جدا. عايزة أطلع على شقة اللي هي بتبقى تتسمى شقة العمر. اجيب مثلا شقه 3 اوض ولا 4 اوض، ريسبشن كبير، يعني هجيب شقه مظبوطه. فعشان احوش يعني مش انا اللي بحوش بس عشان نحوش، طبعا انا ومعايا بساعد محمد ربنا يعينه على اللي هو فيه برضه، بس احنا بنكمل بعض فاهمين. فعشان يعني اوصل للرينج اللي انا عايزه اوصل له ده لازم اصبر. فمش في يوم وليله هحوش مثلا 100,000 200,000 اروح اجيب بهم شقه. ما انا مش هتنقل من هنا يعني من بيوت اهالي لبيوت اهالي فاهمين. عايزه اتنقل على عمارات نظيفه برضك، عيالي بتكبر اقعدهم في مكان كويس، مستوى كويس، تعليمهم بيبقى تعليم كويس. يعني انا بفكر لقدام تفكير حلو، وانا الشقه دي مش ضراني في حاجه. انا بحبها جدا، بحب شقتي جدا جدا جدا، بس هي عايزه تعديلات بسيطه، كانت عايزه تعديلات بسيطه يعني. يعني اعدل فيها واقعد
اقعد مرتاحه انا وولادي ومستريحين، وولادي يبقى عندهم اوضه وخاصه بيهم وبلعبهم وبحاجتهم وبدنيتهم لحد ما ربنا يكرمنا. يعني خلاص يعني مش يعني مفيش حد بيطلع السلم مره واحده. وعايزه اقول لكم على حاجه عشان سالت السؤال ده كذا مره، ان يعني في ناس بتقول لي الشقه يعني اللي انا قاعده فيها دي بتاعتك ولا ايجار؟ لا، شقتنا بتاعتنا احنا، ملكنا. هي لو شقه يعني لو احنا كنا مأجرينها انا كنت استحاله احط فيها مسمار، يعني استحاله. خلاص حاجه باظت فيها صاحب الشقه اللي يشيل. كنت هطلع يعني هلم حاجتي واطلع واشوف شقه ايجار تانية. الايجار ما فيش اسهل منه. لكن دي عشان بتاعتنا وملكنا والحمد لله، يعني الحمد لله ربنا رزقنا بيها. فاي حاجه بتبوظ فيها لازم طبعا نعملوها. لاني فيما بعد يعني بصوا انا يعني باصه ازاي لقدام فيما بعد. آه انا عندي ولد ممكن تتساب له. غير كده يعني ربنا لو ما قدرناش نجيب له رحيم حاجه دي هتبقى بتاعت رحيم. من نوع ان انا مش بحب ابيعها، خصوصا حاجه انا عشت فيها، يعني داخله في ال5 سنين عايشه فيها وبحبها جدا وبحب تقسيمتها وبحب تقفيلتها وبعمل فيها اللي انا عايزاه. حتى لو ربنا يعني لما ربنا يكرمنا ان شاء الله ونجيب شقه، لو قدرنا ان احنا نكمل حق الشقه نجيبوها، يعني مع حالنا واحنا عايشين في الشقه دي نجيبه. لو ربنا يعني ما قدرناش والظروف ما سمحتش وحكمت ان احنا نبيع، هتتباع بسعر حلو قوي، سعر حلو قوي. الشقه هتبقى شقه اوضتين وصاله ومطبخ امريكاني وحمام وتوضيب عالي وتوضيب نظيف، فهقدر ان انا امسك فيها مبلغ. فسواء كده او كده انا اللي كسبانه في الاخر. وانتوا عارفيني بحب اقعد في حته تبقى فيها كل حاجه منظمه. انا شقتي يعني قبل ما اهد واعمل واشيل والكلام ده كانت الشقه حاسه ان هي ضيقه علينا قوي. المطبخ طبعا شال حاجات كتير. لما دخلت كمان النيش في المطبخ حسيت الدنيا اتدربكت في الاوضه جوه في المطبخ. هطلع بقى حاجة حاجة بقى بره. الحاجة اللي انا هستغنى عنها هشيلها، واللي مش هينفعني النهارده هينفعني بكره. هدخل اطلع حاجه حاجه في المطبخ. يعني هطلع البوتاجاز الاساسي. دولاب المطبخ هينزل تحت عند الراجل يتصلح ويطلع. وايه تاني يا ربي؟ والحوض. وبس تقريبا مش هاخد حاجه تاني من المطبخ، هو البوتاجاز ودولاب المطبخ وهتبقى الرخامه بس. النيش قلت هلمه في كراتين، اللي هو الكاسات والحاجات دي هلمها في كراتين وهحطها تحت السرير اللي انا هجيبه لأوضة الاطفال. والنيش افكه وهشيله، يعني هفكه واشيله في البلكونة. لعل وعسى يعني نحتاجوه، مثلا جبنا شقة تانية انقل حاجتي بيه لان هو جديد برضو وغالي العفش دلوقتي. عشان تجيبي مثلا عفش وحاجات من دي حاجة غالية، فهفكه هشيله في البلكونة. وهلم بس الحاجات اللي جواه وهحطها تحت السراير بتاعت الاطفال اللي انا هجيبها. وبس يعني مش هدخله تاني. وهسيب بس التلاجة في اوضه الاطفال، لان المطبخ عايزه اقول لكم حجمه حلو مش وحش، الحجم بتاعه تحفه، شايل معايا هيبقى واسع كمان. بس انا مش عايزه يبقى زحمه بقى، يعني مش عايزه زحمه، مش عايزه اشوف الدنيا. يعني اشوف المطبخ فيه كذا حاجه، عايزه كده حاجات ملمومه. مش هيبقى فيه غير البوتاجاز وزي ما قلت لكم دولاب المطبخ والرخامه. وهجيب كده ايه، عارفين انتوا اللي هو بتاع الحديد كده اللي فيه بيبقى فيه 4 رفوف و5 رفوف، عشان برضو احط عليه مثلا الميكروويف. يعني لم الاجهزه الصغيره، الفراير، مش عارفه ايه الاجهزه الصغيره احطها عليه، هيبقى في دخلة باب الحمام. يعني انا رتبت الحاجه كده على دماغي بعد ما شفت المنظر، حسيت ان الدنيا هتبقى واسعه معايا وهتبقى حلوه. المهم بصوا هم هنا كسروا سيراميك الحمام كله. خلي بالكم يعني الطوب اللي انتوا شايفينه ده اسمنت، مش طوب ابيض، مش طوب اللي هو مش الطوب الرصاصي الوحش ده، لا تحتيه طوب احمر. عايزه اقول لكم ما شاء الله عليهم، جم من الساعه 10 الصبح خلصوا 2 الظهر، وبقوا اللي يكسروه يلموه على طول في شكاير وينزلوه تحت، والعربيه بقت تيجي بتحمل. الموضوع ما خدش يجي 5 ساعات على بعض، والله العظيم ما كنتش حاسه بالوقت. ما شاء الله ما شاء الله عليهم. انجزوني بسرعه، لان انتوا عارفين برضو الدوشه والكلام
والصوت والحاجات دي بتعمل دوخة للناس. فكنت عايزة برضك ايه اخلص حالي في البدري واخلص حالي كده ايه بسرعة، عايزة الحاجة ايه ملمومة. طبعا ما كنتش واقفة لوحدي، كان اخو محمد معايا معانا في الشقة، يعني فاهمين، يعني يعتبر شغال مع الصنايعية، وانا كنت بطلع اللي هو ايه ابص كده اشوفهم عملوا ايه وانزل تاني. وطبعا انا مش سايبة الحاجة كده، يعني مش سايبة حاجتي كده، لا انا حاطة الحاجة المهمة جدا في اوضة النوم وبقفلها بالطبلة وانا نازلة، وبسيب لهم الشقة عادي، لاني طبعا زي ما قلت لكم اخو محمد واقف معاهم فمش قلقانة من حاجة يعني. بس كده. شلت كمان نص السيراميك بتاع الصالة، لاني طبعا هيبقى المطبخ، فمش عايزة يبقى كذا لون داخل في بعضه في الارض. هو كفاية برضو يعني اللهم صل على النبي، قولوا معايا اللي اسمها ايه، السيراميك اللي هو في الركن ده، يعني لون، وهيبقى المطبخ والحمام لون تاني. الله المستعان بقى، نشوف الدنيا وهنشوف التركيبة في الاخر هتبقى عاملة ازاي. هو ممكن يتدارى يعني، لاني طبعا هجيب سجادة كبيرة في المطبخ تداري السيراميك الابيض، وممكن اجيبها اللي هو ايه، مش عارفة، دماغي مش مترتبة دلوقتي في الفرش قد ما هي مترتبة في ان انا عايزة اخلص اول ما السيراميك يتحط انا هزغرط خلاص، مش ناقصني حاجة تاني غير تركيب الرخام، واطلع بقى ايه حاجتي وافرش واقعد، لان كمان الفترة دي مودية بنتي عند امي. ف بصوا بقى المرمطة اللي انا بعملها، بطلع هنا اشوف مثلا البيت واطمن على حاجتي واقعد شوية ونعمل شاي والكلام ده للصنايعية، وبنزل مثلا لو هنعمل غدا تحت نعمل، لو مش هعمل او مثلا نجيب اكل جاهز او اي حاجة، يعني بنزل اتغدى وبرضك نشوف الدنيا فيها ايه. وبعد كده بروح لسيليا عند امي اطمن عليها واجيب لها حاجات واجيب لها اكلها وشربها والكلام ده كله، يعني لازم اشوفها كل يوم يعني فاهمين. بتضايق قوي يعني لما تكون عند امي وما اشوفهاش، ف بروح ابص عليها كده واجيب لها حاجات والكلام ده واقعد معاها 5 دقايق وارجع تاني اطلع البيت. مرمطة ما بعدها مرمطة، وغير بقى انا مش شايلة غير هم التنظيف، هم التنظيف ده اللي هيكسر ظهري. تراب في كل حتة فظيع فظيع فظيع. عايزة اسألكوا على حاجة، عايزة اجيب اللي هو جهاز البخار، مش فاكرة اسمه او مش عارفة اسمه، بس انا عايزة اجيبه اللي هو جهاز البخار ده ليه كذا حاجة بيتعمل بيه كذا حاجة، قلت ان شاء الله اجيبه بعد ما اخلص، عشان برضو كي ابقى انضف بيه، واللي هو بيشيل الدهون فانتوا لو عارفين اسم حاجة معينة اكتبوها لي. بس يكون حلو يعني، انا بحب اجيب بصراحة الحاجة مرة واحدة، محبش التعب والارهاق وان انا افضل ابدل والكلام ده، فبحب اجيب الحاجة مرة واحدة. فلو تعرفوا اسم حاجة معينة، جهاز بخار ده معين قولولي عليه. حاجة تانية بقى عايز اسألكوا عليها، كده كده طبيعي ان انا هعمل شفاط في المطبخ، ف السباك قال لي كمان اعملي شفاط في الحمام، فانا مش عارفة بصراحة النقطة دي بتبقى حلوة ولا لا، فقلت اخد رأيكم اجيب شفاط في الحمام بالمره، لان انا عايزه اعمل كده حاجتي مره واحده، يعني خلاص انا الدنيا اتفرشت مش عايزه اكسر طوبه تاني، فاجيب شفاط للحمام بالمره ولا ملهوش عايزه او ملهوش استخدام. فانتوا برضو عرفوني، عشان والله العظيم انا يعني تايهه في توهان تاني. بس كده كانوا خلصوا شالوا الحيطه. عايزه اقول لكم المسافه وسعت قوي وسعت قوي بجد، وانا فرحانه بحجم المطبخ الجديد، حلو قوي يعني. اصغر من التاني بحاجات بسيطه، حجم الحمام واسع معايا، مش ضيق يعني، انا برضو ما كتمتش الحمام، سبت حجمه حلو. هبقى اوريهولكوا بقى الفيديو الجاي ان شاء الله، ما حبيتش اطول عليكم برضو في الفيديوهات عشان ما تملوش وتزهقوا مني بدري. فهوريكم الشغل اللي هيتعمل، يعني ان شاء الله باذن الله باذن الله هتطلع حاجه تحفه. هلم برضو على قد ما اقدر، بس مش هسترخص يعني، هلم يعني فاهمين قصدي ايه، بس ما استرخصت عشان انا مش حمل الدوخه دي تاني. المواسير كلها السباك بيقول لي المواسير كلها بايظه، المواسير متاكله من يعني، احنا بصوا احنا جينا تقريبا بقالنا عايشين في الشقه دي 5 سنين، في ناس طبعا كانوا عايشين عمر في الشقه، يعني المواسير بقالها اكتر من 20 سنه.
ما اتغيرتش. المواسير من جوه فيها طوب. كنت باجي اغسل في الغساله كانت الميه بتطلع ميه بقى سودا، يعني من الحاجات دي، ميه سودا بتطلع وبتطلع لي على الصاله، ولما كنت ببقى فرشه بقى سجاد وحاجات كنت بتعب قوي، كنت بفضل اشيل ميه واغسل سجاد واسيق وديتول وكلور، فكان الموقف بصراحه صعب. طبعا انا كنت لما الدنيا على قد ما اقدر، بس كان الموقف صعب، ما كنت يعني مش قادره استحمل. كنت كل ما اجي اغسل الصفايه والبانيو كانوا كلهم بيطلعوا ميه كده على الحمام، يغرقوا الحمام والميه تطلع بره، فكنت في توهان تاني والله. بصوا الماسوره دي اللي كانت مكسوره، كانت مخرومه كده خرم صغير، بس السباك يعني بيوسعها عشان يوريني انه الحته اللي كانت مخرومه وكانت تحت السيراميك بايظه. بس كده خلصوا وشالوا بقى الرديم وشلنا حلق الباب، لان الباب ده هركبه من تاني، بس هخلي الباب يفتح لبره. باب الحمام الاول كان بيفتح لجوه، هخليه يفتح لبره. اما يجي برضو اوصل للمرحله دي ابقى اقول لكم. بصوا انا هديت الحيطه في، طبعا في، بصوا تحت الغاز كده انا سبت ده عشان ما يجيليش غرامه، يعني انا مش حمل بصراحه غرامات بقى في الغاز والشغل بقى ده، لسه لما اجي انقل مواسير الغاز هياخدوا مبلغ وقدره، فربنا يعيننا ان شاء الله. المهم مرضتش كده ايه اسيب، يعني مرضتش اكل، يعني اشيل يعني الحيطه دي، قلت كده هخليها وهعمل فيها كشافات في المطبخ هتبقى حلوه قوي. واللي ضايقني بقى ان الشباك مش هيتفتح. انا بصراحه ما كنتش ناويه اغير الشباك، بس لما عرفت ان هو مش هيتفتح، لما كسر قلت مش هيتفتح، فقلت هغيره، لان هنا مطبخ ولازم تهويه حلو وتهويه كويس ونور بقى يدخل المطبخ والحاجات دي، فهغيره ان شاء الله باذن الله. هجيب كده شباك جرار، وهغير برضو الدولاب شباك المطبخ اللي جوه، وهجيبه برضو ايه جرار. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، ويا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيف عليكم ان شاء الله باذن الله. اول باول كده هحاول انزل لكم الفيديوهات بدري واصور لكم كده واشارككم معايا كل حاجه.